في الحديث عن جذرية التاريخ يعيد نفسه: هل هي خطيئة أم حسنة؟ الشيخ مولاي سلمى ولد سيدي مولود ولد إبراهيم صانع لجزء من التاريخ ومشارك في بعض أحداثه. فالتاريخ يعد في حد ذاته واحد من العلوم الاجتماعية الهامة، لما له من صلة وثيقة من حيث المواضيع والمناهج بعلوم اللغة والعلوم الاجتماعية وغيرها من العلوم الإنسانية، إذ تحتفظ بصلة وثيقة بحقل التاريخ وفروعه، كما سماها المنهجيون الأوائل بالعلوم الموصلة، أي العلوم المساعدة للتاريخ. فما يتوفر فيها من معلومات ينفع عمل المؤرخ من ناحيتين: فالأولى في إضافة معلومات متنوعة ذات صلة كبيرة بحقول المعرفة التاريخية، والتي غالبا ما تكون غير متوفرة في مصادره التقليدية. والثانية في فهم واستيعاب مفردات موضوع البحث إلى حد ما عن طريق التداخل الموجود بينهما. وضمن إطار الحديث عن التاريخ كمسار إنساني تثير فيه الطبقة المثقفة والسياسيين النقاش من جديد حول محطات مسار جدل لم يتم الاتفاق على تصنيفها بعد: هل هي انتصارات أم انكسارات؟ غير أن الثابت الوحيد أن الأنظمة تحرك العصا الغليظ في مياه التاريخ الراكدة في العادة لسببين: الأول، إما أنها تريد استنهاض الأمة والتغني بمحاسنها من أجل شحذ الهمم والرفع من المعنويات لتقوية تماسك المجتمع أكثر فأكثر، خاصة إذا كان الماضي مشرق. والثانية، تستحضر التاريخ من أجل التذكير بمآسي الماضي حتى لا تتكرر المأساة. إذا كانت مؤشرات الأحداث توحي بأننا على نفس الطريق التي أدت بنا في الماضي للوقوع في الكارثة، انطلاقا من المبدأ القائل: نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. وفي كلتا الحالتين، ومهما كان التاريخ مشرفا أو مخجلا، لم نشهد الحديث عن المستقبل، وهو الأهم. ماذا ينتظر الوطنيون من كتابة والمصالحة مع التاريخ بعد 10 أو 20 سنة من الآن لجيل صاعد فاته الكثير؟ أم أننا أمة يشدها الحنين إلى ما فعلت أكثر مما ستفعله في المستقبل؟ يبدو أن النخبة السياسية الوطنية الحالية تفضل التنظير والتبارز في التاريخ الذي هي جزء منه على حلبة الصورة والصوت أكثر من الكتابة التي تبقى ليستفيد منها المؤرخون والباحثون في المستقبل. فالحديث عن المقاومة وجيش التحرير يحتاج هو الآخر إلى الإنصاف والمصالحة في سرد أحداثه وبدقة. فالأكيد أن صانع الحدث والمشارك في انتصاراته ليس كمن سمع. وهذا شيخ من شيوخ الساقية الحمراء أفنى شبابه مكافحا ومدافعا عن حوزة وطنه وأهله دون كلل ولا ملل، ومحاربا للاستعمار. إنه المقاوم سلمى ولد سيدي مولود ولد إبراهيم ولد الضباعية ولد إسماعيل ولد سيدي عبد الله ولد موسى ولد علي ولد بابوي الشيخ. هذا المقاوم شارك في العديد من المعارك لتحرير أرضه وشعبه من هيمنة الاستعمار، وشاهد عيان على بعض معاركه التي كان الشيخ سلمى جزء من المشاركين في إذكاء شرارة المقاومة وجزء من أحداثها. لقاؤنا يتجدد، ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. أنا العظمي صالح إبراهيم محمد الولي من الساقية الحمراء، على أمل اللقاء في أحاديث أخرى هي من صلب الموضوع ومع نفسي الأب الشيخ سلمى سيدي مولود. مرحبا بكم.